لعبة الاسكواش لعبة جميلة وممتعة ومحتاجة لياقة بدنية وسرعة عالية. بس يا ترى لعبة الاسكواش زمان كان وضعها كده؟ النهاردة هحكي لكم ازاي الاسكواش بدأ وازاي اتطور لحد ما وصلت للشكل اللي احنا فيه. تعالوا مع بعض نشوف ايه هي حكاية لعبة الاسكواش. بدأت لعبة الاسكواش في بدايات القرن التسعتاشر في سجن فليت في العاصمة لندن، وكان السجناء بيلعبوا الكورة بإيديهم في الحيطة. بعد فترة ابتدوا يلعبوا اللعبة بمضارب من الخشب وسموا اللعبة لعبة الركض. ابتدت اللعبة تنتشر في أنحاء السجن، وكان من الطبيعي إنها تبتدي تخرج بره أسوار السجن. محدش يعرف إزاي اللعبة خرجت بره السجن، لكنها قدرت تخرج وفضلت تنتشر لحد ما وصلت لمدرسة هارو في مدينة هارو الإنجليزية سنة 1820، ودي كانت الانطلاقة الحقيقية للسكواش. انتشرت اللعبة بين الطلبة جوه المدرسة بسرعة كبيرة، وابتدوا يمارسوها بشكل أكبر، كان من الطبيعي إنها توصل لأهل المدينة. انتشرت اللعبة في مدينة هارو بسرعة كبيرة جدا. في الوقت ده كانت اللعبة بتتلعب على الواقف، يعني كانوا بيلعبوا الكرة في الحيطة وتترد لهم ويلعبوها تاني وهم واقفين. لكن مع مرور الوقت اكتشفوا ان اللعب بمضارب في ثقوب او خروم ليه فاعلية اكبر. ابتدت الضربات تبقى متنوعة، وده خلى اللعبة محتاجة مجهود بدني كبير، علشان بقوا مضطرين يجروا ليوصلوا للكورة عشان يجيبوها. بدأت اللعبة تنتشر في انحاء انجلترا كلها، وده ادى انها ابتدت توصل لدول تانية مجاورة زي فرنسا وزي الولايات المتحدة اللي كان فيه مهاجرين كتير من انجلترا ليها. سنة 1850 سنة 1864 تم إنشاء أول ملعب سكواش، وكان متقسم ل4 أقسام، وكان تقريبا شبه الملعب اللي موجود حاليا. مش معروف ليه احتفظوا بالمساحة الضيقة دي للملعب، لكن في نظرية بتقول ان دي مساحة الزنزانة اللي ابتدت فيها اللعبة، وان ده نوع من انواع رد الجميل للسجن اللي ابتدت فيه اللعبة. في الوقت ده مع انتشار الملاعب ابتدت اللعبة تقرب من شكلها اللي موجود عليه دلوقتي، ومع عدم وجود قوانين عالمية موحدة للعبة زي اغلب الرياضات اللي كانت موجودة وقتها، بدأت اللعبة تاخد اشكال تانية في بعض الدول. في انجلترا مثلا كانت بتتلعب بكورة طرية من المطاط، لكن في الولايات المتحدة كانت بتتلعب بكورة ناشفة وسموها هارد بول. سنة 1890 اتعملت أول بطولة سكواش في انجلترا، وفاز بيها اللاعب جون فيكسي. سنة 1901 ظهر أول كتاب عن السكواش من تأليف يوستاس مايلز الإنجليزي، في نفس الوقت اللي كانت بتنتشر فيه الملاعب في الولايات المتحدة بشكل كبير. مع انتشار الملاعب ابتدت اللعبة تمارس بشكل أكبر في الوقت ده، وظهرت الحاجة لوجود اتحاد لإدارة اللعبة من ناحيته، وفعلا ده تم. سنة 1907 اتأسس أول اتحاد للعبة الاسكواش في الولايات المتحدة الأمريكية. بعديها اتأسس الاتحاد الكندي سنة 1911. أما في انجلترا فتأخر تأسيس اتحاد مستقل للعبة لسنة 1928، لأن في الوقت ده كان بيديرها اتحاد التنس وألعاب المضرب الإنجليزي. ليه اتسمت لعبة الاسكواش بالاسم ده؟ كانت الكورة لما بتضرب بتعمل صوت نتيجة لارتدادها من الحيطة والمضرب، بس مش ده كان السبب الأساسي لتسمية اللعبة. السبب الأساسي كان نبات اليقطين أو القرع العسلي. أيوة زي ما سمعت كده، نبات القرع العسلي. كان ملمس الكرة في الوقت ده خشن وشبه قشرة القرع العسلي، ولأن اسم القرع العسلي باللغة الإنجليزية سكواش، اللعبة بقى اسمها سكواش على اسم نبات القرع العسلي. سنة 1920 بدأت اللعبة تنتشر على نطاق واسع في أكتر من دولة زي الهند وباكستان ومصر، ودي دول كانت تحت الاحتلال الإنجليزي وقتها.
وكان من الطبيعي إن اللعبة تبتدي تنتشر في الدول دي، لأن الإنجليز كانوا بيمارسوها وهم في بلادهم. وكان من الطبيعي إن المواطنين يبتدوا يتفرجوا عليهم ويبتدوا يتعلموا هم كمان يلعبوا اللعبة. وفي نفس السنة دي، سنة 1920، اتعملت أول بطولة للمحترفين في إنجلترا. سنة 1967 مع انتشار اللعبة أكتر في أكتر من دولة، أصبح وجود اتحاد لتنظيم اللعبة وبطولاتها حاجة مهمة. وفعلا سنة 1967 اجتمعت عدة دول في لندن زي مصر وانجلترا والهند وباكستان واستراليا وجنوب افريقيا، وتم تأسيس الاتحاد الدولي للسكواش، وكان اسمه وقتها الاتحاد الدولي للسكواش راكتس، وكان مقره في انجلترا. وفي الاجتماع ده تم وضع قوانين موحدة للعبة وقتها. وبعد فترة انضمت الولايات المتحدة وكندا للاتحاد، ووافقوا على اللعب طبقا للقوانين دي، لان هم كانوا بيمارسوا اللعبة بقوانين مختلفة عن القوانين اللي اتحطت. سنة 1992 تم تعديل اسم الاتحاد وبقى اسمه الاتحاد الدولي للسكواش، بس بعد إلغاء اسم راكتس. زي ما اللعبة نفسها اتطورت، أدوات اللعبة كمان اتطورت. زي ما قلنا قبل كده، كانت اللعبة بتتلعب بمضارب مصنوعة من رقائق الخشب زي مضارب الرقم، وبعد كده المضرب بقى عبارة عن إطار من الخشب ومشدود عليه خيوط كانت بتتصنع وقتها من أمعاء الحيوانات، وكانت الكورة من المطاط. بعد كده بدأت تستخدم مواد تانية في صناعة المضرب زي الجرافايت والتيتانيوم. دي المواد دي خلت وزن المضرب بقى أخف وأمتن، والخيوط بقت خيوط صناعية.